اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا فيلم وان باتل افتر انذر بطوله ليوناردو دي كابريو وشون بين. الفيلم بيتكلم عن زوج وزوجه منضمين لجماعه ثوريه متطرفه. في يوم الزوج والزوجه بيخلفوا، الزوج بيقرر ان هو عايز ينسحب عشان يعيشوا حياه اسريه هادئه، والزوجه بترفض وبتديله واحده انت عدو المراه وذكوري متعفن وما تقدرش تعمل ربع اللي انا بعمله، وبتروح تنفذ مخططات كتير وبيتقبض عليها كأي أنثى. فالزوج بينسحب وبياخد بنته يربيها، وبعد 16 سنة بيرجع شون بين يطاردهم تاني، وهنا بتبدأ المغامرات. المفروض يعني أنا لحد آخر نص ساعة كنت ناوي أجي أهتك الفيلم ده، ولكن آخر نص ساعة رضتني شوية. هو الفيلم لسه وحش بس تعالوا نشوف يعني. نبدأ بالإيجابيات. أولا بالنسبة للإيجابيات، الفكرة والرسالة حلوين جدا، مثيرين للاهتمام، جداد بشكل أو بآخر، فيهم حاجات كتير مثيرة للاهتمام. آخر نص ساعة زي ما قلت حلوة جدا، سريعة جدا، في أحداث كتير بتحصل فيها مشوقة، فيها كل حاجة بتاعت بول توماس أندرسون بقى بجد. يعني سيبك من كل الهبل الساعتين اللي قبل كده، لا آخر نص ساعة دي بجد بقى حتة مجنولية على بانش درانك لاف على كل الكلام ده. بجد بول توماس اندرسون بيظهر بقوه. وطبعا كاداءات تمثيليه شون بين عامل مشهد عبقري، كاداءات تمثيليه شون بين عامل اداء تقيل جدا في الفيلم ده. وطبعا كاخراج عندك اخراج بول توماس اندرسون، فطبعا الاخراج حلو. وهنا تنتهي الايجابيات، وتعالى لي هات لي الفيلم ابو 98 ده عشان محتاجين نتكلم سوا. طيب فيلم جايب على الروتن توميتو 98، فالناس هتطلع تقول لك انت ما بتفهمش حاجه ومش عارف ايه وازاي تتكلم كده، فتعالوا ناخدها واحده واحده. هل الفيلم فيه احداث جديده؟ هل الفيلم كقصة في حاجة جديدة غير الفكرة؟ كقصة وكتسلسل وكأحداث في حاجة جديدة؟ لا. هل في أداءات تمثيلية قوية وأداءات تمثيلية مختلفة ومشاهد حوارية وكل الكلام ده؟ لا. هل في كتابة، حوارات، مناقشة، اتنين ماسكين بعض في النقاش وفاشخين بعض؟ لا. مفيش أي حاجة مثيرة للاهتمام كتابيا، مفيش أي حاجة مثيرة للاهتمام تمثيليا. ايه المثير؟ وده طبعا هيجيبنا انت بس مش فاهم بول توماس اندرسون. انت لو كنت فاهم ومذاكر بول توماس اندرسون وشايف زيرو ويل بي بلاد والدم للركب والحاجات دي، كان زمانك معانا على نفس الصفحه. فطبعا احب اقول لك بانش درانك لاف احلى بكتير، ماجنوليا احلى بكتير، ذا ماستر احلى بكتير، طبعا زيرو ويل بي بلاد احسن بكتير. فهل الفيلم ده اعلى من اي حاجه في دول؟ لا. فايه بقى يعني ايه اللي هيخلي الفيلم ده 98؟ الحقيقه تسلسل وطريقه سرد بول توماس اندرسون هي على مدى التاريخ، ومفيش اي حاجه بتتغير. اشمعنى الفيلم ده مش مثير للاهتمام؟ لان القصه مش مثيره للاهتمام، الفكره مثيره للاهتمام، ولكن القصه اللي حطيت فيها الفكره دي تقليديه، كل الاحداث متوقعه، مفيش اي حاجه بتحصل بتخرجك بره النطاق المتوقع. عندك في بانش درانك لاف كان عندنا قصه مثيره للاهتمام، واحد بيتهدد من شركه كانت بتقدم له مكالمات جنسيه وتهدد فجاه بالمكالمات دي، قصه مثيره للاهتمام. ازاي ده حصل؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ حاجه مثيره للاهتمام. عندك ماجنوليا، قصص كتير لشخصيات كتير، كل شخصيه مثيره للاهتمام. عندك ذا ماستر، تمثيل خرافي، شخصيات بنتساءل عليها طول احداث الفيلم، مستنيين نعرف ايه اللي هيحصل. ايه اللي احنا كنا مستنيينه في فيلم زي وان باتل افتر انذر؟ ايه اللي كنا متوقعين ان هو هيحصل وما حصلش؟ ايه اللي كنا متوقعين ان هو هيحصل اصلا؟ يعني القصه دي بدايتها زي نهايتها، كل حاجه متوقعه. نيجي بقى لعمنا ليوناردو دي كابريو اللي بيعمل لي فيلم كل سنتين ده. يعني سيبك بقى من كل الناس اللي هتطلع تقول لك دي شخصيه مضغوطه، ده عامل شخصيه هستيريه، ده عامل كل الكلام ده. الشخصيه دي اتعمل اداءاتها في وانس ابونا تايم ايام ما كان متوتر، اتعمل اداءاتها في ذا وولف اوف وول ستريت، اتعمل اداءاتها في افلام كتير ليوناردو دي كابريو، مش ده احسن فيلم فيه. هل دي بقى الشخصيه الوحيده اللي عملها بول توماس اندرسون كانت متوتره ومضغوطه كده؟ بانش درانك لاف كانت شخصيه متوتره ومضغوطه، ذا ماستر شخصيه متوتره ومضغوطه، زيرو ويل بلاد شخصيه متوتره ومضغوطه، كل افلام بول توماس اندرسون فيها الشخصيه دي. هل ليوناردو دي كابريو كان من احسن 5 شخصيات اتعملت في افلام بول توماس اندرسون؟ لا. ليه ليوناردو دي كابريو يقبل بفيلم زي ده؟ يعني ليه الفيلم ده هو الفيلم اللي قعدنا سنتين مستنيينه عشان نشوف ليوناردو دي كابريو هيقدم لنا ايه؟ عنديش اي اجابه للسؤال ده، وتبا للعبث يعني. مش هنتكلم عن شون بين عشان عنده مشهد حلو وعنده اداء تمثيليه شبه اداء جاك نيكلسون، فتمام، ويعني راجل لذيذ. زي ما قلت طريقه سرد بول توماس اندرسون ما اتغيرتش، المشكله بس ان كانت القصه مش مثيره للاهتمام اللي اتحط فيها طريقه السرد دي، واللي اتحط فيها الفكره الحلوه المثيره للاهتمام، كل الكلام ده. الفكره اتحطت في فيلم بقصه سيئه بس. القصة مش مشوقة خالص، أحداثها تقليدية، وده اللي خلى أول ساعتين في الفيلم، تخيل بنقول أول ساعتين في فيلم
وده اللي خلى ساعتين من الفيلم مش مثيرين للاهتمام خالص، فيهم اداءات لذيذه من ليوناردو دي كابريو واداء لذيذ من شون بين، ولكن مفيش اي حاجه تخليك متحمس تشوف اللي هيحصل، لان مفيش حاجه بتحصل غير لحد اخر نص ساعه. فيلم ساعتين ونص، الفيلم بيبتدي يتحرك في اخر نص ساعه، فيعني عبثيات. اخيرا لسه مقتنع ان الفيلم ده ممكن ناس كتير تحبه لو عجبتها القصه وشافتها مثيره للاهتمام. انا في اول ساعه في الفيلم ادركت تماما ان القصه دي ما تناسبنيش، وان القصه اللي اتحط فيها الفكره دي تقليديه جدا بالنسبه لي، كل كلام متوقع، فالقصه دي ما تناسبنيش اطلاقا. ولكن لو حد شايف ان القصه دي مثيره للاهتمام هيتبسط بالفيلم جدا، لانه زي كل افلام بول توماس اندرسون سرد واحد وفكره عبقريه. بس اتمنى يكون عندك حاجه في حياتك اهم من انك انت تشوف الفيلم ده. ولو عجبك الكلام اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. دوس لايك او ديسلايك انت وظروفك، واكتب لنا رايك في الفيلم في الكومنتات، وايه اخر احسن فيلم عمله ليوناردو دي كابريو. سلام.